تقريبا معظم الناس اللي في القريه شغالين في المحاجر. ان احنا بنصنع من بدايه تصنيع المعدات بتاع المحاجر لحد ما بنصنع الطوب الابيض، مش بنستورد غير المواتير. دي ورشه عاديه موجود فيها كل المواتير اللي كانت موجوده في المكن اللي موجود في المحاجر. دي بدايه تصنيع الحشاشه. ماشي، بدايه دي تصنيع اللي بتطلع الطوبه من تحت. ماشي. ودي تصنيع الفصاله. دي الورش اللي بتصنعها هنا في القريه من بدايتها لنهايتها لغايه ما تطلع الجبل تشتغل. ده الموس اللي بيركب، وهو ده اللي بيقطع الحجر. دي مكنه جاهزه ان يركب عليها الموتور واللمواس. الموتور يركب هنا واللمواس تركب تحت هنا وتشتغل. فدي في الاخر بتنتهي ان هي تبقى بمليون او اتنين. هو تكاليف تشغيل المحجر اصلا عليه حسبة 2 مليون جنيه. هل ممكن حد يجي يبدا على المحجر وفي الاخر ما يلاقيش حاجه؟ ممكن. ايوه كتير بيحصل. يعني في ريسك على الجبله والجبله تطلع ناشفه معايا. المولد اللي بيولد كهرباء ماشي بعد ما يكون عمره الافتراضي قل، لازم ينزل الورشه هنا عشان خاطر ايه؟ يعيدوا تدويره من جديد، يعمروا. هو ده المولد؟ ده هو المولد. في حاجه في المحجر عامله زي الترابيزه كده بيسموها الصناره، بتبقى عريانه مكشوفه يعني، فالمولدات دي هي اللي بتديها الكهرباء، ولكن الموضوع خطر لان هي يعني مكشوفه، فلازم ياخدوا بالهم جدا ويكونوا حذرين وهم بيشغلوها. في مكن تاني ما بقوش يستخدموه، ساعات بقى بييجوا هنا يبيعوه يحطوه للتجاره، فعندك الحشاشه والفصاله دي اسامي المكن اللي موجوده، ودي العربيات اللي بينقلوا عليها المكن ده. فانت القريه كلها هنا تجاره صيانه صناعه، كله في نفس المكان.